سلامة. مرحبا بك. اليوم أو منذ سويعات الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي استقال من منصبه وحط الاستقالة نتاعو في مكتب الضبط في الاتحاد. تعليقك؟ تعليقي هو بصراحة فاشل من بصراحة نقولها كأمين عام فاشل بأتم معنى الكلمة. ونحن كاتبنا وعلقنا وعملنا على عبر صفحات التواصل الاجتماعي متاعنا لأنه ما يكونش الإضرابات هي الإضرابات متاع الاتحاد الأمن والشغل وقيادتها هي كانت سياسية بامتياز. هي تحب تفرض روحها على الحكومة. اليوم الشعب التونسي العظيم راهو مع القيادة وراهو مع تونس في المصالح نتاعها. اليوم ناشدنا للبارح نحن قاعدين نناشدوا ونهبطوا على الصفحات نتاعنا راهو لا الجراف لا الجراف تو حاليا تونس ما تطلبش وما تتحملش الاضرابات بكل صدق. اليوم الطبوبي ودليل قاطع على يعني الطبوبي واستقالته اليوم هو دليل قاطع على الفشل نتاعو وعلى منظومته، لانه ثم خراب الداخل، ثم لوبي قاعد يخدم ضد بعضه، ثم واقع حتى نحكوا ثم واقع مرير. الطبوبي يحبوا مجموعته والزملاء نتاعو يحبوا يمروا قانون ويحبوا يمروا الاضراب. ثم ناس معارضتها من ضد الاضراب. تونس ما تتحملش. ثم شرفاء، ثم باطل، ثم حقيقه، ثم كذا. الطبوبي اليوم راهو قاعد يلعب بنهار، قاعد يلعب دوله، حب يلعب دوله. ومش كان طبوبي راهو حتى الزملاء نتاعو نقولوا نحن المكتب التنفيذي نتاعو ومن نتبعه ومن كلمة بإجازة واضحة للعلن ومن يثبت عليه البحث. لأنه ثم ناس ما نقولوش كان طبوبي وكذا ولا الزمرة نتاعو ولا القيادة نتاعو، راهي ثم ممكن آخر واحد وكان يحرض وعنده اتصال بالقيادة نتاعهم. اليوم خطر بالنسبة للاتحاد، راهو خطر على تونس. بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل اللي نحترموه، حاشا منظمة حاشد وحاشا صرفات منه، حتى اليوم راه ثم صرفاء. اليوم راهو حبسوا البلاد، راهم مشلوا البلاد، راهم حرقوا البلاد، راهم يتعاملوا في معاملات كبيرة حتى مع كذا. يعني منظمة يقولوا نحن باش تدافع على المواطن وعلى الزوالي وعلى الشغال. اليوم راهي صبحت منظمة تلعب في لعب سياسية بحتة وتلعب من الخارج، مدعمة من أوروبا ومن الاتحاد الأوروبي ومن منظمات أخرى أوروبية. هذا باين بالواضح، وحتى المرة اللي فاتت السير يعني في الموضوع هذا. اليوم الطبوبي راهو كي استقال نقول لك راهي القى خور كبير وجات ضده المعارضة نتاعو في وسط الاتحاد نفسه. اليوم النهار عندنا تو اسبوع او اسبوعين او 3 اسابيع قبل 17 ديسمبر الفارط الاحتفال بعيد الثوره، كان خور كبير بين اخذ ورد وبين قياده الاتحاد، كان بين قياده الاتحاد. اليوم راهو الاتحاد ثم خراب كبير وثم حاجه كبيره اللي وقعت في الاتحاد في داخل الاتحاد. يعني ترى اليوم اللي فما معناها ملف من الحجم الثقيل خلى الامين العام يستقيل. ما يستقيلش الامين العام نور الدين الطبوبي من باب المستحيل، راهو عنوت نقولوا نحن متعنت. يعني صحيح احنا نقولوا نحن الاستقاله هذه تعتبرها ضعف انت اليوم؟ بيان سير ضعف الاتحاد كامل، مش كان الطبوبي بركه، الاتحاد كامل راهو ضعف وراهو صيي تدمر من داخل وراهو صيي. هو عنده تقريبا مدة شهر ولا 3 أسابيع قبل الواحد حب يفشل عيد الثورة وحب يعمل موبقات وحب كذا كذا، ورانا قاعدين نطلوا على المواضيع وقدم استقالة ورجع وقدم استقالة ورجع بالحديث وبرا. أما اليوم راهو قدم استقالة رسمية. اليوم الطبوبي يتحمل مسؤوليته، والشعب التونسي العظيم يطالب بمحاكمة كل فاسد وكل نقابي عمل ثغرة. راهو الاتحاد كان خراب في البلاد هذه، كان خراب صحيح. الإضرابات عشوائية، إضرابات سياسية،
بأتم معنى الكلمة. الإضرابات يما تبع الدولة، يما الرئيس يتبعني، يما الحكومة تتبعني، يما نضرب على غدوة. الإدارات المؤسسات الأممية كان شلل حتى في تاريخ الاتحاد. هناك شلل تام للمؤسسات الأممية بأسباب شنو؟ بأسباب الاتحاد، بأسباب تعليمات الاتحاد. يما تحط لي المجموعة متاعي اللي حاكي بها نهار الانتخابات، يما لا، يما نحط لك راسه في العجلة، يما تبع حديثي، يما لا. هذا بالواضح يا ودي، ما ثماش درجة. الاستقالة متاع الطبوبي اليوم أنت كمواطن متابع للشأن العام ترى أنها باش تكون عندها نتائج؟ بالتأكيد أنها ما تكون عندها نتائج كبيرة ياسر، ورو الاتحاد سينهار. وبالأحرى باش تكون عندها تأثيرات؟ بيان سور تأثيرات. وبالنسبة للاتحاد راه انتهى موضوع الاتحاد، سيتجدد الاتحاد من جديد، وستنتخب فيه نخبة من الشرفاء الأحرار الوطنيين اللي بالحق يدافعوا على الحق، يدافعوا على القانون، يدافعوا على الشغالين يعني بالحق وبالقانون، في إطار القانون. ما همش يدافعوا على الطبقة السياسية اللي أنا باش نحكم في الرئيس، ولا باش نتحكم فيه، ولا باش نبدي كذا، ولا في الحكومة، ولا باش نعمل اليمين واليسار، ولا باش في إدارة، ولا في مؤسسة راني باش نحط لك راسها في العجلة، يا تتبعني يا لا. هذا كله ما يكونش، باش يدخل عديد اللوبيات اللي دخلوا في الثورة، ومن قبل الثورة، ومن عهد بورقيبة، ومن عهد الاستقلال. راهو الاتحاد هو شاد زمام الأمور في السيطرة على الحكومة. اليوم الأستاذ قيس عايد تحية ليه وتحية شكر وتقدير وللحكومة نتاعو. اليوم راهو بالحق كان فعال، وكان كذا، وكان وقت اللي سيادة رئيس الجمهورية والحكومة حاليا اللي استفاقت يعني. وبصراحة كانت سباقة في أنها لم تتحاور مع الاتحاد العام الصغر. فهمت من الحقيقة لأن الحقيقة الاتحاد كان دمار للبلاد. شكرا. العفو.